في موضوع كان المفروض من زمان نتكلموا عليه. شو تشبه في الفيديو هذا؟ موضوع الحقن خارج نطاقها الطبيعي اللي هي المستشفيات أو المستوصفات، وفي بعض الأحيان نعطوها في الصيدليات للأغراض الطارئة واللي تكون مستحقة ومستوجبة إن هي تكون ضرورية تنعطى، ولكن مش من الصيدلي. في أغلب الصيدليات في كل دول العالم يكون فيها طبيب وفيها دكتور يعطي في الحقن هذه. موضوع الحقن هذا سمعت عليه قصص وأشياء يعني تشيب الرأس. يعني حلاق يعطي فيه حقنة، بتاع خضرة يعطي في حقنة، اي شخص يجي يعطي في حقنه ما ان شاء الله مش فاهم شيء، عباره ياخذ في ابره يرشقها وتم يعطي في الحقنه. كارثه، كوارث تصير منها. وانت اكيد قريت عنوان الفيديو اللي هو شنو كلس العضله بسبب الحقن الخاطئ. تعال اعرف معاي شنو هو كلس العضله هذا او تكلس العضله بسبب الحقن هي. اعرف الموضوع لانه موضوع مهم جدا، وهندوي على الاعراض اللي تطلع لنا وشن العلاج متاعها. تعال معي. لو سبق خديت حقنه انت او حتى تعرفه وحسيت بألم قوي جدا سواء في الكتف او حتى في العضلة المؤخرة من الخلف، كان خديت الحقنة ولقيت فيه حسيت فيه زي الكتلة الداخل او الكتلة لوطة وحسيت فيه ألم والألم قاعد يزيد، فاحتمال كبير يكون عندك كلس بعد الحقن. شو معنى كلس؟ كلس هو تراكم أملاح الكالسيوم في نسيج العضلة هذه ويخليها المكان صلب وقاسي جدا، وفي الغالب غير صالح انه هو ينضرب فيه من جديد لا سمح الله. والغالب شنو يكون سببه؟ اما الحقن يكون طريقة خاطئة او تكرار الحقن في نفس المكان. يعني في واحد عنده كورس مضاد حيوي بياخذه مدة 10 ايام مثلا، بياخذه كل يوم مش نفس المكان، مرة هنا ومرة هنا، تعطيش في نفس المكان وفي نفس المنطقة بالضبط، وهذا يكون واحد من الاسباب. شنو الاسباب اللي تؤدي للكلس هذا؟ اول سبب هو الحقن الخاطئ. احنا نعرف ان الحقنه المفروض تنضرب شنو في الجزء العلوي اللاترال اللي بعيد من العضله اللي هو بالطريقه هذه، تمام؟ هذا لازم تنضرب في المكان هذا، يعني لازم يكون شخص قاري طب وقاري تشريح اناتومي وظابط الشيء هذا. الشيء الثاني احنا نبغوا نوصلوا الماده او شيء في العضله. العضله فوقها دهون وفوقها طبقات ثانيه، ما نبغاش تكون تحت الجلد، لا نبغى تخش العضله. لذلك في طريقه معينه احنا نديره في بوزيشن معين ونضغطه بطريقه معينه باش تخش الماده للعضله. او الابره تكون قصيره فما توصلش للعضله فتقعد تحت الجلد. والثالثه اللي هي لازم انت لما تضرب الحقنه تسحب شويه، تتاكد ان ما فيش دم، انت ما تضربش في اوعيه دمويه، ما تخشتش لي بلد فيزلز ضربتها باش ان الماده تخش فسطها، لا، تأكدت ان ما فيش دم وضربت الحقنه. فلو صار الشيء هذا مرة تصير في تهيج في المكان وسبب المشكله هذه. والشيء الرابع تكرار الحقن في نفس المكان، في نفس المكان نفسه تبدا تحقن فيه لاكثر من مره. والشيء الخامس اللي هو عدم تعقيم المكان كويس بالكحول، او الابره ما تكونش معقمه، او في نفس الوقت ان الابره لما يضرب في الابره يحركها من مكانها، تبدا تتحرك تسبب في مشكله او ربتشر او مشاكل في المكان هذا. شنو الاعراض اللي بتطلع على الشخص هذا بعد ايام او اسابيع باش انت تعرف ان عندك مشكله؟ اول حاجه الالم، والالم هذا تلقاه يزيد معك. تورم في المكان او كتله صلبه تقعد في المكان نفسه، المكان يبدا احمر وساخن، في احمرار وسخونيه في المكان، تحط يدك عليه تلقاه ساخن، واحيانا يتغير لون الجلد او المكان يخضر ما عادش تحس بيه المكان. كيف نقدر نتاكد ونشخص الحاله؟ عن طريق ان ندير اكس راي نتاكد من وجود الكلس هذا، او بالالترا ساوند نبي نحدد الحجم بتاعه والمشكله اللي صايره. العلاج عندي حالات مبكره وعندي حالات متقدمه. نبدا بالحالات المبكره ونسعفها بسرعه اللي هي شنو ندير؟ مداد دافئه، ناخذ مسكنات زي الفولتارين، الدوكلوفينات او البروفين، او نعطي كريم او جل زي الفولتارين جل. اما في الحالات المتقدمه ندير في علاج لتليين العضله والمكان اللي صاير فيه المشكله، او نحقن كورتيزون حقن موضوعيه لتقليل الالتهاب. وفي حالات نادرة نضطر في التدخل الجراحي بس نحول الكلس هذا. لكن أهم شيء ما تحولش انك انت تضغط على المكان او تفركه او تحركه، ما تحولش تقربه نهائيا. وفي الخاتمه اهم شيء يتاكد ان الشخص اللي يعطيك في الحقنه دكتور او ممرض او شخص عنده خبره وكفاءه انه يعطيك الحقنه هذه. لازم يتاكد الطبيب كذا ان هو الحقنه تكون طولها كافي ان هي توصل للعضله، ولازم تاخذ وقتك وتعطي الدكتور او الممرض وقته في انه يعطيك الحقنه بالطريقه المناسبه بالوقت المناسب، وما تستعجلاش وما تكونش انت متوتر وتوتر معك. وفي حالات ان المنطقه التهبت ولا صار فيها تورم ولا صار فيها بس خراج يطلع، في اني دواء او كريم تكلمت عليه هذا مطهر ومعقم ممتاز جدا، تقدر تستخدمه مرتين في اليوم، يعقم لك ويعالج لك المكان من الاصابه اللي صايره. ان شاء الله لبس عليكم وربي يحفظكم.